دار شهادة 40% بالبنوك، أربط شهادة ال 40% الآن أم الشهادة 30% بالبنك الأهلي وبنك مصر، وأيهما أفضل؟ تعال نشوف تفاصيل الشهادات الجديدة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. وبعد اللايك والاشتراك في القناة تعال بينا نشوف الفيديو الجديد. نتيجة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اللي قررت في اجتماعها السابق يوم 17/10/2024 قرار تثبيت أسعار فايدة، وده اللي كانت للمرة الرابعة على التوالي، وده عند مستوى 27.4% و28.4% على الترتيب، لأن كان الفدرالي الأمريكي في الاجتماع السابق ليه كان خفض الفايدة 50 نقطة أساسي، وأيضا خفض في الاجتماع الأخير ليه 25 نقطة أساسي مرة ثانية. وبكده بدأت بعض البنوك المركزية حول العالم سواء المرتبطة بالدولار أو سواء البنوك الأوروبية بتخفض أسعار فايدة مرة أخرى ب25 نقطة أساسي. لذلك هنا توقعات كثيرة من البنك المركزي في اجتماعه القادم ان يكون في تخفيضات في اسعار فايدة، وايضا الغاء بعض الشهادات المطروحة حاليا المرتفعة العائد. كل ذلك موارد الايام القادمة بسبب بدء تخفيض اسعار فايدة من الفدرالي الامريكي. وطبعا كلنا شايفين هبوط اسعار الذهب في هذه الفترة، وقصادها الدولار بيرتفع، وده نتيجة الانتخابات الامريكية الاخيرة أدت إلى انتعاش البورصة في الولايات المتحدة الأمريكية والإقبال على الدولار والعزوف عن الذهب، مما أدى إلى هبوط أسعار الذهب مرة ثانية. لذلك هننزل تقرير هام جدا عن أسعار الذهب وموعد ارتفاعه وهيوصل لكام في انخفاضه. كل ده هتلاقيه على القناة معانا، لذلك بذكرك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو من أسفل الفيديو، عشان الناس اللي بتقولي ما بيجيليش إشعار من القناة لازم تعمل لايك للفيديو، وعشان خاطر يوصلك مننا اشعار بالتقارير هام. هننزل تقرير هام جدا عن اسعار الذهب وقت الشراء ووقت البيع. اعمل لايك للفيديو هيجيلك اشعار من قناتنا. تعالى بقى بينا نتعرف على الناس اللي بتسألني عن الشهادات ال 40% وبتقارنها بالشهادة ال 30%. كتير من عملاء القناة بيسألوني ايه هي الشهادة ال 40% المطروحة حاليا في البنوك، وكمان هي افضل ام الشهاده 30% بالبنك الاهلي وبنك مصر. اولا الشهاده 30% المطروحه في البنك الاهلي وبنك مصر هي شهاده متناقصه العائد، تم طرحها في البنك الاهلي وبنك مصر. والبنك الاهلي مثلا اول عام 30%، تاني عام 25%، تالت عام 20%، وده بيكون متناقصة العائد كل عام. أما الشهادة ال 40% المطروحة في البنوك هي مطروحة في البنك العربي الأفريقي بمصر على مستوى جمهورية مصر العربية في كل فروع. الشهادة لمدة 3 سنوات، العائد فيها بيصدر 40% بيصرف العائد كاملا مقدما. عند استثمارك مبلغ مثلا 100,000 جنيه هتحصل مباشرة على 40,000 جنيه عند ربط الشهادة، وآخر ال3 سنين هتحصل على 100,000 جنيه أصل المبلغ بتاعك. أما الشهادة المتناقصة العائد هتحصل على 75% خلال ال3 سنوات، لكن على خلال مراحل. يعني الشهادة ال 40% مميزة للناس اللي هتستثمر أموالها مرة أخرى، إنما اللي مش هيستثمر أمواله مرة أخرى فالشهادة ال 75% هي الأفضل لك هنا حرية اختيار ما بين الشهادات. احنا بنقدم لك وبنقول لك الفرق ما بين الشهادات، كل اللي عليك ان انت تقرر انت هتستثمر اموالك مرة اخرى ولا مش هتستثمرها، وده هيكون هو المميز ما بينك وبين الشهادة ال 40% او ال 30%. انتظر مننا الشهادات القادمة، هنقارن ما بين بعض الشهادات القادمة. كل اللي عليك ان انت بتشترك في القناة وتفعل الجرس ولايك الفيديو، عشان الناس اللي بتقول لي انا ما بيجيليش اشعار هيجيلك اشعار لما تعمل لايك من الفيديو من اسفل الفيديو.